كل سنة وكلكم طيبين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة، وكمان عيد شم النسيم. ودلوقتي بقى نشوف البطيخة الجميلة ديت. تفتكروا البطيخة دي هتطلع قرعة ولا حمرا؟ تيجي كده نشوف مع بعض. اكتبولي كده في التعليقات، انتوا حاسين ان البطيخة دي قرعة ولا حمرا؟ هنسمي كده بسم الله ونقطع البطيخة ونشوف. لا، البطيخة طلعت حمرا جميلة كمان، شكلها كده يعني هتطلع مسكرة وجميلة ما شاء الله. بصوا، على فكرة هي الكاميرا مش مديها حقها، هي حمرا اكتر من كده، بس الاضاءة مش مبينة الحمار بتاعها. ندوقها بقى. بصراحة انا اول مرة السنة دي كده اجيب البطيخ. جميلة مسكرة وجميلة جدا. تعالوا بقى نقطعها كده. على فكرة يا جماعة البطيخة دي بالكيلو، انا مرضتش اجيب اللي هي بالواحدة، بصراحة خفت منها فقلت اجيبها بالكيلو، خصوصا ان ايه يعني كل سنة وانتم طيبين، لسه البطيخ طالع ودي اول مرة ان انا اجيبه. بصراحة كنت جايباها وانا حاطة ايدي على قلبي وخايفة منها. بعد كده ما عملتها طرنشات، هبتدي اقطعها كده قطع. الطريقة دي سهلة خالص في تقطيع البطيخ. طبعا انا بقطع هنا معاكم البطيخة، ما فيش طريقة لتقطيع البطيخ ولا الكلام ده، انا جبتها قلت ايه افتحها كده معاكم ونشوف هتطلع قرعة ولا حمرا. البطيخ حلو جدا في الصيف، في نسبة مية عالية بتعوض نسبة السوائل اللي بتطلع مننا على هيئة عرق، وبيبقى طعمه جميل جدا وبيرطب علينا في الصيف ترطيب حلو جدا. دي البطيخ اهي قطعتها، انا قطعت نصها والنص التاني بصراحة هغطيه واحطه في التلاجة لما احتاجه. وكل سنة وانتم طيبين واشوفكم على الف الف خير.